خلي بالك من غلطات الترمس علشان يطلع مظبوط زي بتاع المحلات في العيد. كتير بنسلق الترمس في البيت لكن ما بيطلعش بنفس طعم بتاع البياعين. والسر مش في الترمس نفسه، السر في شوية تفاصيل صغيرة لو خدتي بالك منها هيفرق معاكي جدا. عدم نقع الترمس كفاية، لو الترمس ما اتنقعش وقت كفاية هيبقى مر وطعمه مش حلو. الأفضل يتنقع من 24 ل 48 ساعة مع تغيير المية كذا مرة. سلقه وقت قليل، السلق القليل يخليه ناشف وصعب في المضغ، لازم يتسلق لحد ما يبقى طري وسهل يتاكل. نسيان تغيير المية بعد السلق، دي أهم خطوة علشان المرارة تروح، لازم يتغسل ويتغير له المية يوميا لمدة 2 أو 3 أيام. عدم إضافة الملح والليمون، من غيرهم الطعم بيبقى عادي جدا. حطي ملح زائد ليمون زائد كمون علشان الطعم يبقى مظبوط زي بتاع البياعين. تقديمه وهو سخن، الترمس أحلى حاجة وهو ساقع ومتشرب التتبيلة. كده الترمس هيطلع معاكي طري ومقرمش وطعمه تحفة، بالظبط زي الترمس اللي بنجيبه من البياعين في العيد. ما تنساش تصلي على الحبيب. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.